موجود. معانا الاعلامي الشهير استاذ حافظ الميرازي. اهلا بحضرتك استاذ حافظ. اهلا بيك يا استاذه منى. انا سمعتك كتير بتتكلم في السياسه، بس اول مره اسمعك بتتكلم عن الكوره. هو انتوا بتتكلموا سياسه ولا كوره؟ انا والله ما عارفه. سياسه كرويه. انا معجب جدا بمقترحات الكابتن زيزو، لان اعتقد هي دي الحلول اللي لازم نركز عليها. الموضوع متعلق بالكوره ويجب أن يبقى كذلك، لا نلجأ إلى موضوع الصحراء الغربية وهنقف مع المغرب ولا مع الجزائر ونكبر الموضوع. ومش ده تقليل من ترويع أهالينا وإخواننا وأخواتنا اللي حصل لهم في السودان، لكن أنا عايز أقول سؤال للكابتن أحمد حسن، وهو بلدياتي وفخور بأنه نكون بلديات، بأنه سؤال بأنه مين اللي خلى نوعية الجمهور ده بتاع الجزائر يروح للسودان وفي طائرات عسكرية جزائرية. لو سألنا احنا نفسنا الآن، وده بنسمعه وبنناقشه مع بعض، لو كررت الفرصة وقيل لنا انه في مباراة ستعقد بديلة في السودان ما بين مصر والجزائر بعد الخبرة التي مر بها مشجعونا في السودان، من نوعية الجمهور اللي سنبعته المرة القادمة وفي أي طائرات، أعتقد هيكونوا شبيهين تماما لما بعثتهم الجزائر في المباراة الماضية. لماذا؟ لأنهم لديهم خبرة بما حصل لهم في مصر، إعلامهم قدمها بشكل مبالغ فيه للأسف شديد، لكن إعلامنا قد لم يقدمها وعتم عليها. فكلا إعلامنا لم يقدم ما حصل في المباراة الأولى. المباراة الأولى تحطم أتوبيس اللاعبين يا أستاذ حافظ يعني احنا من أنصار الكلام العاقل والمنطق. انما انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا هفترض وضد التجاوز باي شكل من الاشكال، سواء مكتوب او مقال شفهة. انا دلوقتي لو معلق رياضي في ايرلندا، بفهم في الكوره كويس جدا وبفهم في اللعبه كويس جدا وبفهم في المشجعين الايرلنديين، ومنتخب بلدي هيقابل منتخب اليابان، هل معقوله هجيب كتالوج وقاموس واشوف هم اليابانيين بيزعلوا من ايه؟ لا عشان ما اقولوش. اسمح لي برضو انا لا ادافع عن المتجاوزين، واعرف انك تفهمني يا استاذ حافظ. انا لا اتحدث عن الفاظ نابيه، عن تعميم، عن شتائم، كل ده مرفوض وتجاوز يجب التوقف عنده. انما في النهايه برضو المعلق الرياضي عايز يحمس الناس، ويا جماعه نروح الملعب ونشجع فريقنا وسنهزم العلم الاحمر مثلا اذا كانت الصين او كده. هو مش مطلوب منه انه دراسه ثقافه الشعب الاخر. لا منى، انا ما بتكلمش على تعليق الرياضيين، انا بتكلم على اخفاق اعلامنا بأنه هو ياخد موقف ولا يذكر للمواطن المصري ما حدث للمشجعين واللاعبين الجزائريين حين جاءوا إلينا في المباراة الأولى. حدث لهم ترويع بالمثل أيضا، في 45 أصيبوا من المشجعين بعد المباراة، منهم واحد ضرب بسكينة، ووزارة الصحة المصرية لديها الأسماء وكما قدمتها للسفارة الجزائرية يمكن أن تقدمها ليك لو طلبتي. وزارة الصحية المصرية. لا بص اسمح لي يا أستاذ حافظ، احنا من البرامج اللي قلنا إنه كان في عدد 15 مصاب مصري وعدد كذا و20 مصاب جزائري. بس أنا هسألك سؤال، المشجعين المصريين، اسمعني يا أستاذ حافظ، المشجعين المصريين نزلوا الشوارع بسكاكين ومطاوي وعصي مشبوك فيها ادوات حاده، ده حصل عندنا يا استاذ حافظ؟ لا انا بسالك هل حصل؟ المشجعين المصريين خلعوا ملابسهم وعملوا افعال منافيه للاداب. هل في واحد من المشجعين المصريين اتضرب بسكينه في السودان؟ احنا لدينا اتضرب مشجع جزائري بسكينه في مصر، في مشجع سوداني اتضرب بسكينه في الخرطوم. لا عظيم. اذا اللي انا بقوله انه ايه، انه لو اعلامنا وضح للناس ايه اللي حصل، اولا كنا هنروح مستعدين للسودان لانه عارفين انه الناس دول حصل معاهم شيء وربما يريدون ان ينتقموا، او طلبنا ان المباراه تتم بدون جمهور لانه في احساس بانه هناك ثأر. لدينا احساس اقل بانه هذا سلوك الجمهور الدرجه الثالثه او جمهور الترسو او هكذا.
ليس له علاقة بشعوب تكره شعوب، ليس معناه أن المصريين أقل تحضرا أو الجزائريين أكثر تحضرا. في 240 سيارة كسرها المشجعين المصريين بعد مباراة الأولى بمحاضر الشرطة المصرية. أمس فقط وزارة الداخلية المصرية مطلعة بيان عن مشجعين اللي رافضين السفارة الجزائرية اشتبكوا وأصابوا ضباط مصريين اخوانهم. طيب ما هو ده الفارق يا استاذ حافظ. معلش، موقف الدوله المصري بيوضح ان هو ضد الشغب وضد انتهاك اي مواطن يقيم على ارضه، وده كان واضح من الصور اللي عرضناها في الاول. الامن موجود وواضح ان هو لا يرضى عن ذلك. فين المشهد المقابل في الناحيه الاخرى يا استاذ حافظ؟ استاذ حافظ المرازي الاعلامي الشهير. كابتن احمد حاجه عايز تعلق. شكرا ليك.